في الفيديو ده بقى انا جاي لك بتجربتي الكامله مع ويندوز 11 واللي بقى لها تقريبا 9 شهور. في ال9 شهور دول عملت تقريبا كل حاجه على ويندوز 11، من مونتاج بقى لتصفح لشويه جيمنج خفيف كده، وساعات كنت ببقى فاتح تقريبا برامج ادوبي بقى المشهوره بريمير وفوتوشوب والحاجات دي، ببقى فاتح الاربع برامج المشهورين بتوع ادوبي في نفس الوقت واتنقل بينهم. ده غير كمان ان اصلا جهازي غير مدعوم لويندوز 11. يعني لو انت عارف مايكروسوفت حاطه اقل حاجه لويندوز 11 معالج من الجيل الثامن. يعني انت مثلا لو جهازك جيل 7، مع ان الجيل 7 كويس جدا، جهازك هيبقى غير مدعوم لويندوز 11. ما بالك بقى بالجيل الرابع اللي هو انا، ونزلت ويندوز 11 عادي واشتغلت عليه شغل تقيل. ففي الفيديو ده انا جاي لك بقى بكل حاجه قابلتها مع ويندوز 11 بقى، من مميزات وعيوب وكل حاجه. هتعرف بقى ان كان ويندوز 11 دلوقتي صالح ان انت تستخدمه عادي بقى وتتقل عليه وتعمل كل حاجه ولا لا. بس قبل ما نبدا بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير بقى الفيديو مع اصحابك وكده، علشان عايزين نوصل 5000 مشترك في اقرب وقت. وبس كده، خلينا نبدا في الفيديو. طيب انت اول حاجه هتقابلها مع ويندوز 11 دي، اول حاجه هتاخد بالك منها، وهي بقى الشكل الجديد، سواء بقى شكل التاسك بار الجديد، شكل السيرش، شكل الحاجات دي كلها، شكل الايقونات اللي اتغيرت برده مع الانيميشن الجديد، والويندو بتاعت البرامج اللي بقت واخده شكل الدايره شويه، بقت مدوره مش مربعه عكس ويندوز 10. دي كلها شويه حاجات هتاخد بالك منها، ويعني هتحسسك شويه ان انت معاك نظام عصري شويه. وعايز اقول لك هي فعلا كويسه جدا، يعني مقارنه بويندوز 10 كان ممكن مثلا تضغط على البرنامج تلاقيه اتشال على طول، اختفى من غير انيميشن بقى ولا اي حاجه، كان بيبقى صراحه شكلها ممل جدا. ولكن بقى مع ويندوز 11 انيميشن الصراحه بقى احسن كتير. عايز اقول لك بقى على شويه عيوب قابلتني مع ويندوز 11 واللي اتحلت عن طريق الابديت. في كذا ابديت وصل لي صراحه في الفتره دي، ابديت كتير، يستحسن انت كل شويه تخش تشوف كده هل في ابديت جديد وصل لك ولا حاجه وتعمله، لانه الصراحه بيحل مشاكل كتير. من ضمنهم كان في مشكله بتظهر لي لما اجي افتح فولدر مثلا، دي مش كل مره بتحصل الصراحه، يعني كل كام مره بتحصل، اجي افتح الفولدر الاقيه بيحمل ومراوح الكيسه اشتغلت كاني بعمل عليه حاجه تقيله، مع اني بفتح فولدر عادي خالص. يعني كان بيقعد يحمل كتير كده، مش عارف ليه بصراحه. ولكن بعد كذا ابديت وصل له بقيت بعملهم، خلاص المشكله دي اتحلت. برده كان في مشكله في التاسك بار، كان ساعات بيعمل لاج كده لما اجي مثلا اضغط على السيرش، ساعات ما كانش يشتغل من اول مره، ساعات كان يقعد يهنج كده شويه. بالاضافه برضو ان الانيميشن الجديد ده كان برضو بيقطع شويه في الاول، مش كل مره برضو، يعني كان ممكن مره كل 20 مره ولا حاجه الاقيه بيقطع شويه. برضو المشكله دي ما بقتش بقابلها. فالخلاصه يعني الابديتس الصراحه مهمه جدا ليك لو انت لسه منزل ويندوز 11. لازم كل يوم تعمل تشيك فور ابديتس كده عشان تشوف لو في ابديت جديد وصل لك، لازم تعمله. نيجي بقى لتاني حاجه هتاخد بالك منها مع ويندوز 11، وتاني ميزه الصراحه قويه جدا، ودي اصلا الحاجه اللي مايكروسوفت بتماركت بيها ويندوز 11، وهي برامج الاندرويد. انت خلاص ما عدتش هتستخدم تاني بقى المحاكي والشغل ده. وعايز اقول لك فعلا برامج الاندرويد شغاله بسلاسه رهيبه، كانك فعلا بتستخدم موبايل. البرامج شغاله بسلاسه كبيره، عمرها ما هنجت معايا ولا قطعت معايا خالص وانا شغال. كمان شويه كده في نفس الفيديو ده هوريك طريقه تنزل بيها برامج الاندرويد على ويندوز 11. لكن في حاجه مهمه بقى، وهي انك بعد ما تعمل الطريقه دي هتلاقي برنامج واحد بس اللي نزل لك، وهو البلاي ستور. وعايز اقول لك هيبقى تبع النظام بتاعك، بمعنى انك لما تيجي مثلا تسرش عليه في التاسك بار هتلاقي بلاي ستور برنامج عادي خالص، زيه زي الادوبي بريمير مثلا، حاجه كده كانها متنزله على السيستم بتاعك. مش بقى تخش له عن طريق المحاكي وبعدين تفتح بلاي ستور والحوارات دي، لا، انت هنا بتستخدمه كانه برنامج عادي خالص نازل على الويندوز 11 بتاعك. ده بس اللي هيبقى نازل لك. هتنزل بقى منه كل البرامج اللي انت عايزها. لو عايز مثلا تنزل برنامج خارجي هتنزل اي براوزر بقى وتنزل بقى من عليه برامج من مصدر خارجي عادي وتشتغل، مفيش اي مشاكل في الحوارات دي. اسيبك بقى دلوقتي مع خطوات تنزيل برامج الاندرويد على ويندوز 11. اول حاجه هتقوم فاتح السيتنج، بعدها هتقوم رايح عند البرايفسي اند سكيورتي، وهتقوم ضاغط على فور ديفلوبرز وتفعل الديفلوبر مود. بعدها هتقوم مدور على برنامج الكنترول بانل وتقوم رايح عند بروجرامز وتختار تالت واحده على الشمال خالص. بعدها تقوم مفعل الثلاث حاجات دول، مالكش دعوه بقى باي حاجه ثانيه كانت متفعله، احنا لينا الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم. وبعدها هتقوم ضاغط على اوكي. هيقعد يحمل معاك شويه، ولكن انا عشان عملتها قبل كده فهو ما حملش معايا. اما بالنسبه لك فانت لسه اول مره تعملها فهيقعد يحمل شويه. وبعد بقى ما يخلص تحميل هتقوم راستر الكمبيوتر بتاعك. بعد بقى ما تراستر الكمبيوتر بتاعك هتقوم نازل تحت في اول كومنت، هتنزل الملف ده كده. الملف ده مضغوط، وبالتالي هنعمله كليك يمين ونختار وين رار، وبعدها نعمل اكستراكت يير. بعد ما يخلص تحميل هيقوم جاي لك الفولدر ده كده، هتلاقي بقى في شويه ملفات وكده، هي دي الحاجات اللي هتنزل لنا بقى البلاي ستور والحاجات دي كلها. المهم احنا نقوم واخدين الفولدر ده نعمل له كوبي وتوديه بقى في اي حته بقى، اي هارد انت عايزه. بشرط بس تكون انت ما بتمسحش الملفات اللي في الحته دي، بحيث ان انت ما تمسحش الملف ده بالغلط ولا حاجه في مره. بعدها بقى تقوم فاتح الفولدر ده، هتروح عند ملف اسمه انستول. الملف ده انت لو فتحته عادي زي ما تفتح اي حاجه كليكتين ورا بعض هيقوم جايب لك النوت دي، وبالتالي احنا هنعمل له كليك يمين ونختار ران ويز باور شيل. هيفتح لنا بالشكل ده كده. هتقوم ضغط على اي زرار عندك في الكيبورد هيقوم قافل معاك. بعدها هتقوم دور تحت في السيرش عندك على برنامج اسمه ويندوز سب سيستم فور اندرويد، هتلاقي البرنامج ده جديد لسه متضاف لك. هتقوم فاتحه بالشكل ده، هتروح هنا كده وتفعل الديفلوبر مود. بعدها تقوم رايح عند مانج ديفلوبر سيتنج وهتسيبه بقى يقعد يحمل. وعما يخلص تحميل تقوم رايح عند التاسك مانجر وتروح عند الستارت اب وتختار الويندوز سب سيستم فور اندرويد على انيبل، بحيث ان انت كل مره ما تيجي تفتح الكمبيوتر بتاعك ما يقعدش بقى يحمل التحميله دي. اول لما يخلص تحميل هيقوم ظاهر لك بالواجهه دي، وبعدها تقوم قافله بالشكل ده كده. بقى انت لو جيت تدور عندك في التاسك بار تحت على البلاي ستور فانت هتلاقيه عندك، هتدخل بقى عليه الجيميل بتاعك وتفتحه عادي جدا. عايز اقول لك هو حرفيا تقدر تنزل عليه
عليه اي حاجه حرفيا، وهتتحكم هنا بقى بالماوس والكيبورد عادي، وشغال بسلاسه رهيبه حرفيا، احسن بكتير بقى من الايميوليتور والحاجات دي كلها. تقدر بقى تقوم منزل مثلا جوجل كروم ولا حاجه وتنزل من عليه اي متجر خارجي. المهم دلوقتي انا نزلت الفايل مانجر عشان اعرف هو فيه كام جيجا. في هنا 133 جيجا، مش عارف الرقم ده بصراحه، المفروض مثلا يبقوا 128 ولا حاجه، لكن ما علينا، هو ده اللي مكتوب قدامنا يعني. خلينا نرجع بقى تاني للفيديو بتاعنا. بعد ما نزلت بقى برامج الاندرويد واستمتعت بيها بقى وفكست خالص بقى لحوار ان انت تنزل ايميوليتور بقى او محاكي وتقعد تشتغل عليه وساعات يهنج وكده، نخش بقى على ثالث حاجه مهمه جدا في ويندوز 11 وهي الاداء. يعني مثلا اداء ويندوز 11 هل هو اقل من ويندوز 10 ولا اعلى ولا ايه الدنيا بالظبط؟ ان انا استخدامي مثلا ببقى شغال على الادوبي بريمير وساعات ببقى فاتح الفوتوشوب جنبه مثلا اعمل هنا حاجه واسيبه يحمل وبعدين اروح للفوتوشوب وهكذا بقى شغل كتير. عايز اقول لك من ناحيه الادوبي بريمير بقى اللي هو برنامج المونتاج التقيل جدا ده، ما حسيتش ان هو اداؤه قل خالص عن ويندوز 10، بل بالعكس انا حاسس ان هو بقى مستقر اكتر. مع ويندوز 10 الصراحه كان بيحصل لي حاجات غريبه جدا لو تقلت عليه شويه، بلاقي لاجات غريبه ظهرت لي، وساعات مثلا انا اقوم ضاغط على التايم لاين الاقيه مش راضي يضغط. الحاجات دي قلت شويه بس مش بفرق ملحوظ قوي عن ويندوز 10، ولكن عشان انا ببقى شغال عليه كتير يعني فحسيت ان هو بقى مستقر اكتر. اللاجات دي ما بقتش بتظهر لي كتير في ويندوز 11، وسرعه الريندر برده الصراحه بقيت حاسسها اسرع شويه في ويندوز 11. وكان في مشكله بتقابلني مع ويندوز 10 وهي حوار الجي بي يو ما بقاش متعرف على الادوبي بريمير، وعملنا لها فيديو قبل كده وقعدنا نشرح الحوار ده في ويندوز 11. اول لما نزلت بريمير على طول لقيته اتعرف على كارت الشاشه على طول من غير ما اعمل اي حاجه، عكس ويندوز 10 اللي غلبني حرفيا في الحوار ده لحد ما ظبطت معايا. نيجي بقى للادوبي فوتوشوب، وده برنامج برده بعمل عليه صور مصغره كتير. ده البرنامج الوحيد تقريبا في وسط البرامج اللي انا ببقى شغال عليها كتير اللي حسيت ان اداؤه بقى اقل شويه من ويندوز 10، وده خلاني ابقى مضطر ان انا اعمل داون جريد للنسخه اللي انا كنت بستخدمها واستخدم نسخه اقل. انا كنت بستخدم على ويندوز 10 الفوتوشوب 2021، ونفس الكلام لما نقلت لويندوز 11 استخدمت برده 21. مش عارف ليه بقى مع ويندوز 11 البرنامج بقى بطيء. اجي مثلا اصغر الويندو بتاعت البرنامج علشان اجيب صوره واعمل لها دراج اند دروب في البرنامج، الاقيه بياخد وقت عما يقفل ويفتح كده، مش عارف بقى بطيء كده. ولا باجي احرك مثلا صوره جوه البرنامج الاقيه بيتحرك ببطء كده. في لاجات كتير بدات تظهر معايا في النسخه دي، لحد ما جه في مره كده قام جاب لي كراش ريبورت على طول، اللي هو خلاص البرنامج عمل كراش لوحده. جيت افتحه بعدها بقى ما رضاش يفتح خالص، اللي هو خلاص والله ما انا فاتح، مهما رستر الجهاز رستر البرنامج اعمل اي حاجه ما فيش فايده خلاص. ومسحت البرنامج ونزلت نفس النسخه برده مش راضي تشتغل. اضطريت بقى ان انا انزل نسخه اقل شويه، نسخه 2020، وصراحه برده قابلت شويه لاجات تاني مش عارف ليه، فقمت منزل بقى 2019 ومن يوميها خلاص المشاكل دي اتحلت. مش عارف بقى هل الحوار ده بسبب مثلا امكانيات جهازي، ولكن انا برده كنت بستخدم 21 مع ويندوز 10 ما كانش بيقابلني اي حاجه خالص. ممكن يكون ويندوز 11 مش اوبتمايزد اكتر مع الفوتوشوب عكس ويندوز 10 يعني، لكن بالنسبه للاوديشن والستريتور فهم تمام جدا مفيش اي مشاكل زيهم زي ويندوز 10. دي كانت برامج ادوبي. نيجي بقى للالعاب. انا واحد مش جيمر الصراحه، مش بقعد العب العاب كتير، كل اللي انا بلعبه ممكن مثلا العب شويه على ستري او فيفا، وعايز اقول لك انه تمام مفيش اي مشاكل. بلعب فيفا 22 على ويندوز 11 مفيش اي حاجه خالص، على اعلى اعدادات ومفيش اي دروب فريمز بتحصل لي. ولكن مش انا اللي تاخد رايي بالالعاب بقى، لان في ناس بتقعد تلعب ريد ديد مثلا ويبقى في فرق في الفريمات من ويندوز 10 لويندوز 11، والعاب تانية تقيله بقى غير اللي انا بلعبها. يستحسن بقى ان انت تخش على جروبات الجيمنج بقى على فيسبوك وتسال الناس هل في فرق ما بين ويندوز 10 وويندوز 11 مثلا في الالعاب ولا لا، لكن ما تاخدش برايي انا في الالعاب لان انا ما بلعبش العاب كتير. نخش بقى على كذا عيب كده خفيف شويه مع ويندوز 11 بعد الفتره اللي انا استخدمته فيها. اول حاجه لو انا فتحت برامج كتير جدا في التاسك بار بقى، يعني مثلا 20 برنامج ولا حاجه، مليت التاسك بار على اخره يعني، بلاقي في برامج لزقت في بعض. مش عارف انا ايه الفكره من الحوار ده، ونزلت كل الابديتس اللي وصلت لي مفيش اي ابديت فيهم حل المشكله دي. لما بفتح برامج كتير بلاقي في برامج لزقت في بعض، بصراحه بيبقى شكلها غريب. تاني مشكله ودي انا حليتها الحمد لله خلاص، ما احتجتش فيها الابديت بقى والحوارات دي، وما كانتش بتحصل لي مع ويندوز 10، وهي انك لو عملت اوفرلود شويه على الجهاز يعني تقلت عليه، يعني مثلا فتح البريمير مع فوتوشوب مع كروم مثلا بيقعد يستهلك رامات كتير، وعمال تتنقل من ده بقى وكده كده انت نافخ الجهاز حرفيا. يعني لو جهازك امكانياته قليله شويه او متوسطه هيشتكي منك. مع ويندوز 10 كان الحوار عادي، يعني عادي اللي هو مفيش حاجه، ممكن يهنك شويه مثلا، ده بسبب امكانيات الجهاز مش بسبب ويندوز 10. مع ويندوز 11 بقى كان اول لما تقل عليه قوم قافل حرفيا، تلاقيه راستر لوحده مش عارف ليه. نفس الكلام برده لو بلعب فيفا ولا حاجه الاقيه راستر لوحده وانا في نص الجيم، كانت تبقى حركه بايخه قوي بصراحه، ويعني شغاله الاقيه فصل لوحده. واوقات كتير ببقى شغال مثلا على بريمير والاقيه راستر لوحده من غير بقى اكون عملت سيف للبروجكت اللي انا شغال عليه. بصراحه انا مش فاكر حليت المشكله دي ازاي، ولكن انا حليتها من فتره وما بقتش بتظهر لي خالص. هسيب لك فيديو كده دلوقتي حالا تشوف بيه حل المشكله دي لو قابلتك مع ويندوز 10 او ويندوز 11. عشان تحل المشكله دي بقى تقوم رايح في الستارت منيو وتقوم كاتب في السيرش فيو ادفانسد سيستم سيتنج، بعدها تقوم فاتحها بالشكل ده، هتروح عند الادفانسد، بعدها تقوم رايح عند الستارت اب اند ريكفري وتختار السيتنج، وتقوم جاي هنا كده وتلغي الاوتوماتيك ريستارت، بعدها تقوم ضاغط اوكي وتقوم ضاغط اوكي بعدها. بس كده، دي كده كل الحاجات اللي قابلت لي مع ويندوز 11 بقى، سواء مميزات او عيوب اتحلت عن طريق الابديتس. ولكن عايز اقول لك حاجه، لو انت جهازك
جهازك غير مدعوم زيي فانت هتقابل صعوبه في وصول الابديتس. عايز اقول لك لما بدات استخدم ويندوز 11 كنت شغال على ال 21H2 وما وصليش اي تحديث بعدها خالص. بيوصل لي بقى شويه حاجات سكيورتي مثلا، او مثلا حاجه تعمل اوبتمايزيشن للجهاز اكتر، ابديت مثلا يحل مشكله معينه، لكن بقى الابديتس الاساسيه مثلا 22H1 او 22H2 ما وصلوليش لحد دلوقتي خالص. عايز اقول لك المشكله دي مش من عندي بس، المشكله دي عند كل الناس اللي اجهزتها غير مدعومه. في ناس اجهزتها غير مدعومه وصل لها الابديت ولكن مش كلهم، ناس قليلين قوي اللي وصل لهم الابديت الصراحه، وممكن يكون هيوصل بس متاخر شويه. لكن انا لحد دلوقتي ما وصليش حتى 22H1، ده بسبب ان جهازك غير مدعوم على ويندوز 11. لو انت عايز تعرف بقى ازاي تنزل ويندوز 11 على جهاز غير مدعوم، فهسيب لك تحت في اول كومنت لينك الفيديو كنا عملناه عن ويندوز 11 زمان، ده كان بعد اسبوعين من تجربتي ليه، وهتلاقيني شرحت في الفيديو ده بقى ازاي تنزل ويندوز 11 وتحرقه على الفلاشه والحوارات دي كلها. بس كده، دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي. مع السلامه.